ليه ربنا بيذكرنا على إننا ماضي حصل وانتهى؟ ليه كمان بيذكر المستقبل على إنه ماضي؟ ربنا قال لنا في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ليه ربنا بيتكلم عن أشياء ما حصلتش إنها ماضي؟ وليه بيتكلم عن الكون والدنيا والحياة وعننا احنا شخصيا اننا ماضي وحصل؟ ركز معايا كويس جدا عشان اللي جاي هيشغل دماغك حرفيا. جاهز؟ يلا بينا. خليني ابدا بمثال في البدايه بالنسبه للزمن، ولله المثل الاعلى يعني. لو نزلت اشتريت قطه مثلا وقررت انك تربيها، فبتبدا في تجهيز مكان مخصص لتربيتها. بتبني بيت صغير مثلا وتحط فيه رمله وتجيب طبق تحط فيه ميه وطبق تاني للاكل، وبدات تتاقلم على الوضع ده اللي انت صنعته لها. واخد بالك؟ السؤال هنا: هل انت مجبر بقى تعيش معاها بنفس الطريقه؟ تنام في نفس البيت الصغير اللي بنيته؟ تاكل وتشرب في نفس اطباقها؟ ولا طبيعي تعيش حياتك الطبيعيه؟ اكيد مش هتخضع للحاجات اللي انت صنعتها بنفسك للقطه. مع اختلاف كل الأمثلة، ولله المثل الأعلى، ربنا لما خلقك ووضعك في الدنيا وخلق معاك حاجة اسمها الزمن، فبرضه ربنا حاشا لله مش هيخضع للأشياء اللي هو بنفسه خلقها. فالزمن ده بيمر عليك وبيبقى ليه عوامل بتمر عليك وبتاخد منك، زي ايه بقى؟ بتكبر معاه، بتشيب، بيبلى الجسد، بتموت. فلما بتيجي تتكلم بيكون عندك 3 صيغ في الكلام: ماضي، حاضر، مستقبل. ولكن اللي خلق الزمن وخلقك فمش هيخضع زيك للزمن، لأنه مش مخلوق زيك. مش هيخضع لقوانين الدنيا اللي هو أصلا خالقها. فالأكيد إن ربنا شايف كل شيء حصل لك وهيحصل لك وبيحصل لك. لو تصورنا مثلا إن الكون ده فيلم، فربنا شاف الفيلم ده وعارف نهايته بكل حذافيره، ولله المثل الأعلى. بل إن ربنا هو اللي صنع الفيلم نفسه، لأنه هو اللي خلق كل شيء. ومع كل التشابكات دي نحط في الاعتبار شيء مهم جدا: ربنا بيتكلم معاك في القرآن بالصيغة اللي أنت بتفهمها، علشان بس تفهم. ولكنك بالنسبة لربنا ماضي حصل وانتهى. ويمكن كمان حصل بعدك ملايين الأحداث واتخلق مليارات المخلوقات، وفي النهاية كل شيء حصل بالنسبة لربنا، ولكن بالنسبة لك أنت مجهول، مستقبل ضبابي. طيب ليه ربنا بيتكلم عن يوم القيامة كأنه حصل فعلا؟ وده لإفادة اليقين بأن الشيء حصل بالفعل. ربنا بيكلمك عن القيامة على أنها حصلت وانتهت، مش بس لأنها حصلت بالنسبة له، بل عشان يزيدك يقين إنها هتحصل. بالظبط زي ما قال في الكتاب العزيز في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اسمع تاني في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كلمة أتى هنا ماضي، رغم إن ربنا هنا بيتكلم عن المستقبل، وده دلالة على إنه مستقبل محقق الوقوع. يعني آتي لا محالة، مفيش فيه جدال، وربنا حققه وحصل بالفعل. ولكنه بالنسبة لك يا إنسان يا محدود العقل هو شيء بعيد لم يحدث. وربنا زاد وقال في كتابه العزيز: فلا تستعجلوه. النهي عن الاستعجال هنا مع الربط بكلمة أتى هي دلالة على إن اليوم ده ما حصلش، رغم إنه قال أتى، فتفسيره على إن يوم القيامة الذي حدث بالنسبة لله عز وجل، ولكنه لم يحدث بالنسبة للبشر. فلا تستعجلوا. وفي عشرات الأمثلة على نفس السياق. الموضوع معقد يا رفيقي، فحاول ما تتوهش منه. بص بقى، آراء السلف القديمة بتقول إن ربنا من خلال كلامه عن المستقبل بماضي بيخاطب اللي مش عاوزين يصدقوا أو بيبحثوا عن عظمة القرآن. مؤخرا حصلت بعض التجارب العلمية استخدم فيها العلماء تقنية المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، واكتشفوا إن المناطق اللي بتنشط في دماغ الإنسان لما يفكر في الماضي هي نفس المناطق اللي بتنشط وهو بيفكر في المستقبل. يا عزيزي، الإنسان أصلا بطبيعته لما بيتكلم عن الماضي بيتأثر أكتر من حديثه عن المستقبل. ولأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وعالم كل ما يدور في نفسك سواء أنت تعلمه أو لا، كلمك بالصيغة اللي تجذب انتباهك وتنشط مدارك مخك وعقلك، فتتساءل وتنتبه لكلام ربنا جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى في كلامه بيخاطب كل خلايا الإنسان، وحط فيه زي برنامج بيستجيب لكلامه. حتى تلاقي شخص مش مسلم سمع القرآن فانتبه، وممكن تلاقي شخص مش فاهم وبكى. عشان كده ربنا لما اتكلم عن القيامة ذكرها في الماضي، علشان خلاياك تنتبه، وعلشان هو خلق الزمن ولا يخضع له، وعلشان انت وحياتك والكون الضخم الكبير المهول ده بالنسبة له ماضي وانتهى. سنلتقي إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.